السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا باشمهندسة زهراء جمعة وجاية النهاردة بشرح الدرس الاول فرع الهندسة للصف السادس الاعدادي. الدرس الاول بيتكلم عن تعاريف ومفاهيم اساسية على الدايرة. طيب اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه دايرة اصلا؟ هي ايه الدايرة دي؟ قالك الدايرة دي هي مجموعة من نقط المستوى والتي تبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة في المستوى. برضو يعني ايه؟ انا مش فاهم الكلام اللي هو ملخبط ده. هقولك، قالك الدائرة دي مجموعة من النقط، يعني هي يعني عدد لا نهائي من النقط او عدد كبير جدا من النقط جنب بعض كتير جدا 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 بيكون لي حاجة اسمها الدايرة. تمام. طيب ده الجزء الاول. قال لك ايه؟ والتي تبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة في المستوى. يعني ايه؟ يعني عنده نقطة ثابتة كده اهو اللي هي احنا بنسميها مركز الدايرة. يبقى النقطة الثابتة دي اللي هي مركز الدائرة. مركز ايه؟ الدائرة. وخلي بالك برضو ان مركز الدايرة ده يعني الدائرة بتسمى على اسم مركز الدايرة. يعني مثلا على المثال اللي قدامنا ده مركز الدايرة اسمه ايه؟ ميم. فاحنا بنقول على الدايرة دي اسمها دائرة ميم. دائرة ميم. تمام. تمام. هتلاقيها في كل الأسئلة كده يقول لك مثلا في الدائرة ميم مش عارفة نص القطر كذا. فانت تعرف الدائرة ميم دي يعني مركزها ميم. تمام. تمام. يبقى فهمنا يعني ايه دايرة. دايرة مجموعة من النقط. تمام. مجموعة من نقط المستوى والتي تبعد بعدا ثابتا عن ايه؟ عن نقطة ثابتة. يعني النقطة دي تبعد بعد ثابت عن المستوى، والنقطة دي نفس الكلام، والنقطة دي نفس الكلام، كلهم نفس الكلام. كلهم يبعدوا بعد ثابت عن النقطة الثابتة دي. تمام. طيب والبعد ده احنا بنسميه ايه؟ البعد ده، البعد ايه هو البعد ده؟ احنا بنسمي البعد ده نصف القطر. نصف ايه؟ نصف القطر. وهنعرف ايه؟ هنعرفه بالتفصيل تحت. المهم بعد كده بيقول لك ايه؟ الدائرة تجزئ المستوى إلى 3 أجزاء. هي ايه هو المستوى برضو؟ المستوى اللي هو دي كده، يعني الصفحة دي كلها اسمها مستوى. الصفحة دي اسمها مستوى. فقال لك ان الدايرة بتقسم المستوى إلى 3 أجزاء. هي ايه ال3 أجزاء؟ أول جزء مجموعة نقط خارج الدايرة. في مجموعة نقط كده خارج الدايرة، يعني مثلا ايه؟ لو حطيت لك هنا مثلا نقطة اسمها ألف، ونقطة اسمها باء، وهنا مثلا جيم، هنا مثلا دال. فقال لك ايه؟ قال لك مجموعة نقط خارج الدايرة. طب النقط اللي خارج الدايرة دي اللي هي ايه؟ زي ايه؟ ألف وجيم. يبقى زي النقطة ألف وزي النقطة جيم. تمام. وقال لك كمان بنقسمه الجزء التاني اللي هو مجموعة نقط داخل الدايرة. طب النقط اللي داخل الدايرة زي ايه؟ زي باء كده. تمام. طب وقال لك وكمان مجموعة نقط على الدايرة اللي هي على المستوى بتاع الدايرة، على الخط ده كده بتاع الدايرة. فقال لك مجموعة النقط اللي على الدايرة زي ايه هنا؟ زي دال. فقال لك ان الدايرة بتقسم المستوى الى كام؟ الى 3 اجزاء. اول جزء نقط خارج الدايرة، وداخل الدايرة، وعلى الدايرة. تمام. تمام. لازم نعرف برضو ان في فرق بين الدايرة وبين سطح الدايرة. ايه ده؟ ده انا في الاول كنت بقول ان مثلا الدايره هي سطح الدايره. لا، دلوقتي انت كبرت بقيت في ثالثه اعدادي، فانت لازم تعرف ان في فرق بين الدايره وبين سطح الدايره. تمام. فقال لك ان الدايره دي هي الدايره اللي هي الرنج ده بس، الحاجه اللي حوالين داير ده بس، اللي حوالين ايه؟ حوالين المركز ده بس، الخط ده بس. واما سطح الدايره، سطح الدايره اللي هو النقط تشمل النقط اللي على الدايره وايه؟ واللي داخل الدايره. تاني، الدايره دي هي يعتبر تمثلها النقاط التي تقع على الدايره. زي هنا كده النقطه ايه؟ زي النقطه دال كده. يعني النقط اللي هنا كده على الدايره دي هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي هي الدايره نفسها. امال سطح الدايره ده ايه؟ قال لك دي النقاط التي تقع على الدايره، وكمان ايه؟ وداخل الدايره. يبقى تاني، يبقى في فرق بين الدايره وسطح الدايره. لما اقول لك الدايره يبقى انت قصدك على الحته دي بس كده، على المنظر ده بس. امال سطح الدايره
قصدك على النقط دي واللي جوه الدايرة ده، يعني ده كده اسمه سطح الدايرة. تمام، بيشمل النقط داخل الدايرة وعلى الدايرة، أما الدايرة هي الرينج ده بس. تمام تمام. فمثلا في الشكل اللي قدامي ده بيقولك مثلا ألف باء، أنا عندي هنا إيه؟ ألف باء تقاطع الدايرة، غير لما أقولك ألف باء تقاطع سطح الدايرة. في ناس لو لسه ما تعرفش المعلومة دي إن في فرق بين الدايرة وسطح الدايرة هتقول اللي إجابتين حاجة واحدة. لا، لكن إحنا دلوقتي لما عرفنا يعني إيه دايرة ويعني إيه سطح الدايرة هيبقى الإجابتين مختلفتين. فهنا لما يقول لي إن ألف باء تقاطع الدايرة يعني تقاطع الرينج اللي حوالين داير ده بس، هيبقى إيه؟ هيبقى النقطتين جيم ودال، المجموعة اللي فيها إيه؟ النقطتين جيم ودال بس. ليه؟ لأن هي الدايرة دي بتمثل النقط اللي على الدايرة. تمام تمام. أما تقاطع ألف باء مع سطح الدايرة هتبقى القطعة المستقيمة جيم دال. القطعة المستقيمة جيم دال يعني ايه القطعة المستقيمة جيم دال؟ يعني كل النقط دي، يعني جيم والنقط اللي هنا وهنا وهنا، ما القطعة دي مجموعة من النقاط برضو، يعني النقطة اللي هنا والنقطة اللي هنا والنقطة اللي هنا وهنا، كل النقط دي، عشان ده سطح الدايرة، يعني النقط اللي على الدايرة والنقط اللي داخل الدايرة. تمام. ندخل على الجزء اللي بعده، بيقول لك ايه؟ نصف قطر الدايرة اللي احنا اتكلمنا عليه فوق. ايه نص قطر الدايرة ده؟ قال لك نص قطر الدايرة هو قطعة مستقيمة طرفاها مركز الدايرة واي نقطة على هذه الدايرة. يعني ايه برضو؟ انا عملت لك دايرة كده، وعندي طبعا المركز بتاعها هنسميه وليكن ميم، فيقول لك ان نص القطر بتاع الدايرة ده اسمه ايه؟ القطعة المستقيمة اللي طرفها مركز الدايرة، يعني الطرف بتاعها مركز الدايرة واي نقطة على الدايرة واي نقطة على الحتة دي كده، يعني مثلا ده كده بنسميه نص قطر. طيب من المركز والنقطة دي مثلا اسمه نص قطر برضه. طب من المركز والنقطة دي مثلا اسمه نص قطر برضه، وهكذا وهكذا. وطبعا البعد ده ثابت، يعني الحتة دي نص قطر هنا هو نص قطر هنا هو نص ده، يعني كل ده بيساوي بعضيه لأنها نفس الدايرة، لأنها نفس إيه؟ نفس الدايرة. قال لك ملحوظة، الدايرة الواحدة لها عدد لا نهائي من أنصاف الأقطار، لها عدد لا نهائي من أنصاف الأقطار، يعني ممكن أعمل نص قطر اهو، وده نص قطر 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 وهكذا وهكذا. فلازم تعرف ان الدايره الواحده ليها عدد لا نهائي من انصاف الاقطار. طيب وبعد كده تاني ملحوظه، اذا تساوى طول نصفي قطرين في دائرتين تكونان متطابقتان والعكس صحيح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي دايره مثلا مركزها ميم وعندي دايره كمان مركزها وليكن ألف، تمام، وقال لك ان النص قطر ده هو نص القطر ده او بيساوي بعضيه، فافهم ايه؟ افهم ان الدائرتين دول اسمهم ايه؟ دائرتين متطابقتان. تمام تمام. والعكس صحيح. يعني العكس صحيح، يعني لو في سؤال قال لك ان الدائرتين ميم والف متطابقتان، بعرف النص قطر بتاع ميم هي نص القطر بتاع الف. طيب بعد كده هناخد حاجة، طبعا هو الدرس كله عبارة عن حاجات نظرية وتعريف ومفاهيم أساسية عشان تفهم يعني إيه دايرة، تفهم أنت داخل على إيه. تمام تمام. وتر الدايرة قال لك هو القطعة المستقيمة التي طرفاها أي نقطتين على الدايرة بشرط ألا تمر بمركز الدايرة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي دايرة أهي بالمنظر ده مركزها ميم، قال لك إن الوتر قال لك هو قطعة مستقيمة طرفها أي نقطتين على الدايرة بشرط ألا تمر بالمركز، ما تمرش بالمركز. يعني مثلا ده كده أهو وتر، الشكل ده كده أهو وتر، الشكل ده كده أهو وتر، ده وتر. خلي بالك إن كلهم مش بيمروا بإيه؟ بالمركز، مش بيمروا بإيه؟ بالمركز. يبقى فعلا هي قطعة مستقيمة طرفها أي نقطتين على الدايرة، يعني اهو دي ودي كده، تمام، النقطة دي والنقطة دي كده، تمام تمام. ده بنسميه ايه؟ بنسميه وتر. طب القطر بتاع الدايرة قالك هو وتر برضو بس يكون مار بمركز الدايرة، يبقى الوتر اللي بيمر بمركز الدايرة احنا بنسميه قطر، اما الوتر الذي لا يمر بمركز الدايرة بنسميه وتر عادي. يعني مثلا كده اهو دايرة مركزها ميم وعملت لك الشكل ده كده اهو، ده اسمه وتر ولا قطر؟ ده اسمه قطر. ليه سميته قطر؟ عشان مر بمركز الدايرة، عشان مر بإيه؟ بمركز الدايرة. بعد كده قال لك في ملحوظة،
بيقولك الملحوظة الأولى الدايرة برضو لها عدد لا نهائي من الأقطار وجميعها متساوية في الطول. يعني الدايرة لها عدد لا نهائي من إيه؟ من الأقطار. يعني عامل دايرة كده ومركزها أهو، أنا ممكن أعمل قطري كده وممكن أعمل قطري كده وممكن أعمل واحد كده وواحد كده وواحد كده، فعدد لا نهائي، عدد لا نهائي من الأقطار، عدد لا نهائي من إيه؟ من الأقطار، وكلها متساوية، كلها متساوية إيه؟ في الطول. تمام. تاني ملحوظة قال لك إن قطر الدايرة هو أكبر الأوتار طولا في الدايرة وطوله يساوي 2 نق. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك قطر الدايرة هو أكبر وتر في الدايرة، وهنثبته دلوقتي، هنعمل الإثبات بتاعها دلوقتي. طيب وطوله بيساوي 2 نق. إيه 2 نق دي؟ نق دي معناها نصف قطر. خد أول حرف من نون، أول حرف من نصف النون، وأول حرف من القطر قاف، فسماها نق. نق دي معناها إيه؟ نص القطر. يعني القطر الواحد بيساوي إيه؟ 2 من نص القطر. انت لو حبيت تفهمها ادي ميم اهي، وعملت لك كده، احنا مش قلنا ده نص قطر؟ طب وده كمان نص قطر، وده احنا كله على بعضيه بنسميه قطر. تمام. فدي نق وده نق، فالقطر على بعضيه بيساوي ايه؟ نق ونق 2 نق. تمام. الاثبات قال لك في المثلث، قال عندك في الشكل ده اهو، انا هثبت لك ان فعلا قطر الدايره اكبر الاوتار في الدايره. لو بصيت في المثلث ألف ميم جيم، لو بصيت في المثلث ألف ميم جيم مطبقنا حاجة اسمها متباينة المثلث. ايه متباينة المثلث دي؟ قالك متباينة المثلث بتقول ايه؟ بتقول ان ألف ميم زائد الميم جيم أكبر من ألف جيم. دي متباينة المثلث. دي متباينة ايه؟ المثلث. قالك ان ده ألف ميم زائد الميم جيم بيساوي ايه؟ بيساوي ألف جيم. طيب مش احنا عارفين ان ألف ميم ده نص قطر، وميم باء ده نص قطر، وميم جيم ده نص قطر؟ يعني ألف ميم بيساوي ألف ميم بيساوي ميم باء بيساوي ميم جيم بيساوي نق. طيب ما انا ممكن احوش ميم جيم ده واحط مكانها ايه؟ واحط مكانها ميم باء، مش هما الاتنين بيساووا بعض؟ طب لو عوضت فيها هنا هقول ان ألف ميم زائد ميم باء أكبر من ألف جيم. طب أنت لو بصيت ألف ميم زائد ميم باء، مش اللي هو على بعضيه ألف باء؟ صح، يبقى ألف باء أكبر من ألف جيم. ولو ركزت برضه هتعرف إن ألف باء ده قطر في الدايرة، يعني ده القطر، وألف جيم ده وتر عادي، ففعلا هتلاقي إن الألف باء أكبر من ألف جيم، يعني القطر العادي أكبر من الوتر العادي. فده هنا أثبتنا إن قطر الدايرة أكبر الأوتار طولا، القطر أكبر الأوتار طولا. بعد كده ممكن يطلب منك حاجة اسمها محيط الدايرة ومساحة الدايرة، ودول قانونين اللي لازم نحفظهم. محيط الدايرة القانون بتاعه 2 باي نق. يعني إيه 2 باي؟ طب إيه باي دي؟ قالك باي دي رقم ثابت بنعوض بيه إيه؟ بنعوض بيه يا إما ب3 و14 من 100 أو 22/7. تاني، يبقى باي ده رقم ثابت بنحفظه، انت مع كتر الحل هتلاقي نفسك حفظته، يا اما بنعوض بيه 3 و14 من 100 يا اما 22/7. طب انا اعوض عشوائي؟ لا، انت في السؤال بيقول لك مثلا علما بان باي بيساوي كذا، عوض بالقيمه اللي يجيبها لك في السؤال. تمام. طب ونق ده احنا لسه قايلين ان النق ده هو نصف القطر. طيب مساحه الدايره باي نق تربيع، وباي نفس الكلام رقم ثابت اللي هو 3 و14 من 100 أو 22/7، ونق اللي هو نصف القطر تربيع. تمام. هناخد أول مثال معانا في الحصة. بيقول لك في الشكل المقابل قياس الزاوية ألف دال ميم ب15 درجة، وقياس الزاوية ميم ألف جيم ألف جيم الزاوية ليها ب60 درجة، وألف جيم ب5 سنتي. احسب مساحة سطح الدايرة. احنا لو بصينا هو عايز مثلا المساحة ميم، قالك المساحة دي مش بتساوي القانون بتاعها باي نق تربيع؟ طب هو عطيني باي ب3 و14 من 100، يبقى انا عايز اجيب ايه؟ نق. يبقى انا هلعب لعبة، او اللعب كله بتاعي على ان انا اجيب نص القطر، ومنها هعوض هنا خلاص انا جبت المطلوب. طب ازاي اجيب نص القطر؟ بسم الله هنبدأ نكتب البرهان بشكل منظم،
وسهل. أول حاجة لو بصينا في المثلث أ م د، في المثلث أ م د، أ م د، لو بصيتي هتلاقي بما ان أ م بيساوي م د بيساوي نق، صح؟ مش أ م ده نص قطر وميم د ده نص قطر، مش هما بيساووا بعض؟ يبقى انا كده المثلث ده، اذا المثلث أ م د مثلث متساوي الساقين، صح؟ عندي ضلعين فيه متساويين، فبالتالي انا عندي ده المثلث ده متساوي الساقين. طب مثلث متساوي الساقين الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. يبقى انا كده عرفت، يبقى اذا الزاويه، قياس الزاويه اللي هي الف لا اقصد د الف ميم بتساوي قياس الزاويه الف د ميم بيساوي كام؟ بيساوي 15 درجة. الزاوية دي بتساوي 15 درجة. طيب مش احنا عارفين ان نقول بما ان مجموع الزوايا الداخلية للمثلث بتساوي 180 درجة؟ مش احنا عارفين المعلومة دي؟ يبقى اذا قياس الزاوية أ م د، قياس الزاوية أ م د، خلي بالك ان احنا نكتب الزاوية بنكتبها بالشكل ده، او بنكتب قياس الزاوية بنعمل زي علامة اصغر من كده ونكتب أ م د، يعني بكتبها بالشكل ده او بالشكل ده. فالزاوية دي هتبقى بتساوي كام؟ 180 ناقص الزاوية دي زائد الزاوية دي ناقص 15 زائد 15، يعني يعتبر 180 ناقص 30 هتبقى 150 درجة. بالزاوية دي طلعت بكام؟ ب150 درجة. طيب هنعمل ايه كمان؟ مش احنا عندنا الزاوية د م ج، مش دي زاوية مستقيمة؟ طب زاوية مستقيمة يعني كلها كده مش ب180؟ طب يبقى الزاوية دي بكام؟ دي 150، يبقى دي الزاوية دي بكام؟ الزاوية دي ب30. تمام. يبقى احنا لو هنكتبها في البرهان هنقول بما ان الزاوية، قياس الزاوية د م ج ماشي بتساوي او بما ان الزاوية د م ج، ده رمز الزاوية، هنقول كده زاوية مستقيمة. يبقى اذا قياس الزاوية قياسها كام؟ د م ج بيساوي كام؟ بيساوي 180 درجة. طب بما ان قياس الزاوية أ م د اللي هي الزاوية دي بتساوي 150، يبقى إذا قياس الزاوية اللي أنا عايزاها أ م ج، أ م ج اللي هي الزاوية دي هتبقى بتساوي كام؟ 180 ناقص 150 هتبقى بتساوي 30 درجة. تمام. وطبعا الزاوية دي قائمة، الزاوية دي قائمة. لو دخلنا في المثلث ده أنا عندي معلومة لو محدش عارفها يكتبها عنده، معلومة مهمة جدا، وهي إن الضلع المقابل لزاوية 30، يعني زاوية قياسها 30 يساوي نص طول الوتر. الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر. تاني، الضلع المقابل لزاوية 30 نص الوتر. طب هنا الضلع المقابل للزاوية 30 هنا اللي هو ايه؟ في المثلث أ ج م، ايه الضلع المقابل لزاوية 30؟ أ ج. يبقى إذا أ ج بيساوي كام؟ نص طول الوتر. الوتر هنا اللي هو مين؟ أ م، صح. طيب مش أ ج ده ب5 سنتي وعطولي في السؤال؟ بيساوي نص، مش أ م ده نق اللي هو نص القطر؟ ايوه اهو، قطعة مستقيمة جاية من المركز راح عند ايه؟ على سطح الدايرة، فده ايه؟ نص قطر، يبقى نص نق. طب انا عايزة نق بقى اللي انا بدور عليها من زمان، يبقى اذا النق بتساوي ايه؟ هضرب في 2 في الطرفين، لو ضربنا في 2 الاتنين هتروح مع الاتنين، و2 في 5 ب10. الله، يبقى النق ب10 سنتي. طب هو مش عايز النق ده، هو عايز مساحة سطح الدايرة، يبقى انا هعمل ايه؟ هقول ان المساحة بتساوي ايه؟ باي نق تربيع. باي هو قال لي عوض ب3.14 في
10 تربيع اللي هو نق تربيع. هنشوفها بتساوي كام. لو فتحنا الآلة بتاعتنا هنقول اهو 3 و14 في 10 تربيع هتبقى بتساوي كام. 314 سنتيمتر تربيع، عشان دي ايه، عشان دي مساحة. تمام كده. تمام. هندخل بقى على حاجة اسمها التماثل في الدائرة. قال لك كل مستقيم يمر بمركز الدائرة هو محور تماثل لهذه الدائرة. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي دايرة مركزها ميم، قال لك اي مستقيم يمر بمركزها هو محور تماثل لها. يعني ده كده محور تماثل، ده كده محور تماثل، ده كده محور تماثل، وهكذا. وقال لك الدائرة لها عدد لا نهائي من محاور التماثل. لها عدد لا نهائي من ايه؟ لها عدد لا نهائي من محاور التماثل. طيب ده هيدخلنا على حاجة اسمها النتائج المهمة. نتائج هامة جدا 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 جدا، وهنستخدمها كتير في اللي جاي، في الدروس اللي جاية. أول نتيجة قالك المستقيم المار بمركز الدايرة وبمنتصف أي وتر فيها يكون عموديا على هذا الوتر. يعني إيه بالراحة عشان نفهم؟ قالك مثلا عندي دايرة بالشكل ده، وعندي ده بنسميه إيه؟ الشاطر اللي يقول وتر. عندي ألف باء وتر. طيب قالك إن المستقيم اللي جاي ده اهو يمر بمركز الدايرة. خلي بالك إن هو لازم يمر بمركز الدايرة، يبقى ده أول شرط. وكمان بمنتصف أي وتر فيها، وكده بيمر في المنتصف. ليه؟ لأنه جسم الوتر بتاعنا اللي هو ألف باء جسمه لإيه؟ لحتتين متساويتين، ألف جيم وجيم باء. تمام؟ يبقى دي تاني شرط. قالك لما يكون يمر بمركز الدايرة وبمنتصف أي وتر، الناتج بتاعه إن هيكون عمودي على هذا الوتر. يكون عمودي يعني الزاوية دي تكون إيه؟ 90. وده التالت شرط. النتائج كلها التلاتة دول هم نفس الحاجة، بس ايه؟ بس باشكال مختلفه. يعني ايه؟ يقول لك مثلا لو لقيته بيمر بالمركز والمنتصف يبقى يكون عمودي. في الثانيه هتلاقيه مثلا بيقول لك ايه، لو لقيته عمودي وبيمر بالمنتصف يبقى هو بيمر بالمركز. طيب لو لقيته مثلا والثالثه هتلاقيه ايه، بيقول لك ايه، ان لو كان عمودي وبيمر بالمركز يبقى يمر بالمنتصف. فاهمين؟ يعني هي 3 حاجات، ال3 ملحوظات دول او ال3 نتائج دول كلهم نفس الحاجه. طيب تاني حاجه بيقول لك ايه؟ قال لك المستقيم المار بمركز الدائره عموديا على اي وتر. يعني هو بيمر بالمركز وعمودي، يبقى نفهم ايه التالت حاجه تحصل؟ يبقى هينصف. فاهمين؟ طيب والتالت حاجه بيقول لك لو المستقيم العمودي، يعني عمودي اهو ماشي ويمر بمنتصفه وبينصف، يبقى يعمل ايه؟ يبقى اذا هو هيمر بالمركز. يبقى انا عندي 3 حاجات، لو اتحقق 2 التالتة تيجي. لو اتحقق 2 التالتة تيجي. يعني ايه؟ يعني اللي هو بيمر بالمركز وبينصف يبقى عمودي. لو هو قال لي ان هو بيمر بالمركز وبينصف يبقى افهم ان هو عمودي، هيبقى عمودي. طب لو قال لي ان هو يمر بالمركز وعمودي يبقى هو هينصف. طب لو قال لي ان هو عمودي وبينصف يبقى هو بيمر بالمركز. فاهمين؟ يعني هما ال3 حاجات دول حاجه واحده، بيقول لك ايه بس باشكال مختلفه. يعني لو في 2 التالتة تيجي. لو في 2 يعني مثلا هنا اول حاجه ان هو بيمر بالمركز، تاني حاجه ان هو عمودي، فايه اللي حصل؟ نصف، جت التالتة. فهنا اول حاجه ان هو عمودي، تاني حاجه ان هو بينصف، يبقى ايه التالتة تيجي اللي هي يبقى اذا هو يمر ايه بالمركز. تمام؟ فهمتوا دول؟ فهمناه. ندخل على المثال اللي بعد كده. بيقول لك المثال التاني بيقول لك في الشكل المقابل اذا كان الف باء وترا في الدائره ميم. الف باء وتر في الدائره ميم التي مركزها ميم. قال لك وجيم منتصف الف باء. طب انا افهم ايه لما جيم منتصف الف باء؟ افهم ان الحته دي بتساوي الحته دي، صح كده؟ صح. طب وقياس الزاوية باء ميم جيم، باء ميم جيم بيساوي 63 درجة. تمام. قال لك ايه؟ قال لك هات قياس الزاوية ميم ألف باء، ميم ألف باء. يبقى أنا عايزة أعرف قياس الزاوية دي. تمام؟ يبقى أنا عايزة أعرف قياس الزاوية دي. هعمل ايه؟ هستخدم النتيجة بتاعتي. هنا عطاني ان هو بيمر بالمركز. مش ده بيمر بالمركز اهو؟ الحته دي مش بتمر بالمركز؟ يبقى اول شرط. تاني شرط قالك ان هو بينصف. يبقى التالت بقى اللي هيجي النتيجه بتاعتهم هتبقى ايه؟ النتيجه بتاعتهم اللي هي هتبقى عمودي، صح كده؟ فهمنا؟
يبقى تاني هنا عطاني شرطين اللي هو ايه؟ يمر بالمركز وينصف. يبقى تالت حاجه ايه اللي انا افهمها استنتجها انا؟ ان هو هيبقى عمودي. فانا كده عرفت ان ايه؟ ان هو عمودي. طب لو خلينا نفسنا في المثلث، بقول كده في المثلث ميم جيم باء اللي هو المثلث ده، قال لك ايه؟ اول بما ان قياس الزاويه باء ميم جيم اللي هي الزاويه دي ب63 درجه، وكمان قياس الزاويه ميم جيم باء ميم جيم باء بيساوي 90 درجة. طب منها مش عارفة اجيب دي؟ هقوله بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث بتساوي 180. يبقى إذن قياس الزاوية ميم باء جيم اللي هي الزاوية دي هتبقى بكام؟ تبقى 180 ناقص منها 63 زائد 90. هنشوف هتطلع بكام. هنقول اهو 180 ناقص 90 زائد 63، الناتج بتاعي هيطلع ب27. يبقى الزاوية هنا تطلع بكام؟ ب27 درجة. طب هو مش عايز الزاوية دي، ده عايز الزاوية دي. هقول لك ما دي هي دي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان في المثلث ألف ميم باء اللي هو الكبير ده، ألف ميم باء الكبير ده، مش فيه ألف ميم بيساوي ميم باء بيساوي نق؟ مش ده نص قطر يا جماعة وده نص قطر يا جماعة؟ يبقى إذا الحتة دي بتساوي الحتة دي يا جماعة، صح ولا غلط؟ ألف ميم نص قطر وميم باء نص قطر. فإذا المثلث ميم ألف باء ده مثلث متساوي الساقين. الله، طالما هو متساوي الساقين يبقى إذن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. يبقى إذن قياس الزاوية ميم ألف باء بيساوي قياس الزاوية ميم باء ألف بتساوي كام؟ 27 درجة، وهو المطلوب إثباته أو هو المطلوب إيجاده. يبقى هنا قياس الزاوية دي طلعت بكام؟ طلعت ب27 درجة، وفهمنا ليه طبعا. هندخل بقى على الجزء اللي بعده. هنا بقى بيقول لك هناخد المثال الثالث. بيقول لك ايه؟ في الشكل المقابل إذا كان ألف باء وترا في الدائرة ميم، ألف باء وتر في الدائرة ميم التي طول نصف قطرها 5، يعني النص القطر بتاعها 5 اللي هو ايه؟ ميم ألف ب5. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ميم جيم عمودي على ألف باء، ميم جيم عمودي على ألف باء، تمام. وميم جيم ب3، ميم جيم ب3. أوجد طول ألف باء، عايز طول ألف باء ده كله. طيب ده برضو بناء على النتيجة اللي احنا خدناها. أول حاجة أنا عارفة إن هنا مر بنص القطر، استنتجتها بأول حاجة إن هو مر بنص القطر. تاني حاجة عمل إيه؟ تاني حاجة هو عمودي، يبقى أنا أفهم إيه على طول؟ يبقى هو كده إيه؟ ينصف. يبقى هو كده إيه؟ بينصف، تمام. يبقى معنى كده إن الحتة دي كده بتساوي الحتة دي كده، صح كده؟ صح، تمام. او لو عايزين نكتبها بالبرهان علشان نوضح للي هيصحح ان احنا فاهمين وعارفين النتيجة، هنكتبها ازاي؟ بص، اول حاجة هنقول بما ان ميم جيم تمام ماله؟ يمر بمركز الدائرة. وتاني حاجة ايه؟ عمودي على الوتر ألف باء، يعني يمر بمركز الدايرة وعمودي على الوتر ألف باء. يبقى إذن ميم جيم ماله؟ ينصف ألف باء. يبقى إذن ميم جيم ينصف إيه؟ ينصف ألف باء. كده أنا بينت للمصحح إن أنا إيه؟ إن أنا فاهم النتيجة وفاهم إيه؟ وفاهم الشروط بتاعتها. طيب دلوقتي وعايز الطول ده كله، أنا عايزة إيه؟ أنا عايزة أجيب وأعمل إيه؟ لو بصينا في المثلث ميم جيم ألف اللي هو المثلث ده، هتلاقي فيه ايه؟ أقول بما أن ألف ميم ب5 سنتي، طيب وميم جيم ب3 سنتي. طيب مش أنا عندي نظرية فيثاغورس هستفاد منها ايه؟ نظرية فيثاغورس هقول لك هتستفاد منها ايه؟ ان انت ممكن تجيب الضلع الصغير ده
والضلع الصغير ده مش نص ألف باء، صح؟ يعني الحتة دي هتبقى زي الحتة دي، وألف باء هيبقى 2 من الجزء ده، 2 من الجزء ده، فاهمين؟ فاحنا هنستخدم نظرية فيثاغورس في ان احنا نجيب ألف جيم ده. طيب ايه نظرية فيثاغورس بتقول ايه؟ لو احنا عايزين ألف جيم هنقول ان ألف جيم تربيع بيساوي ألف ميم تربيع ناقص ميم جيم تربيع. لو محدش عارف طبعا دي هتبقى فيثاغورس. لو حد عايز يعرف نظرية فيثاغورس قوانينها كلها اكتبها لها على جنبها. نظرية فيثاغورس طبعا دي بتبقى في المثلث القائم فقط، في المثلث القائم فقط يا جماعة. ايه القوانين بتاعتها؟ لو انا عندي مثلث زي كده اهو قائم اسمه ألف باء جيم مثلا، لو انت عايز تجيب ألف جيم اللي هو الوتر، قالك ان ألف جيم تربيع بيساوي مربع مجموع مربع الضلعين التانيين، يعني بيساوي ألف باء تربيع زائد باء جيم تربيع. تمام؟ ده لو عايز الوتر بيساوي مجموع مربعين ايه؟ الضلعين التانيين. طب لو عايز اي ضلع من ضلعي القائمة، يعني مثلا عايز ألف باء مثلا، بتقول ان ألف باء تربيع بيساوي الوتر تربيع ناقص يا جماعة ناقص الضلع التاني تربيع، يعني بيساوي ألف جيم تربيع ناقص ايه؟ باء جيم تربيع. طيب لو عايز باء جيم تربيع اللي هو عايز الضلع ده، هنقول باء جيم تربيع بيساوي الوتر تربيع برضو اللي هو ألف جيم تربيع ناقص الوتر التاني، ناقص الضلع التاني أقصد، اللي هو ألف باء تربيع. فدول ايه؟ دول الثلاث قوانين بتوع ايه؟ بتوع فيثاغورس. هتقول ان ده دول تربيع عادي يا جماعه، هاتوا الجزء ده بعدين خدوا الجذر التربيعي للطرفين هيطلع لك ألف جيم بس او ألف باء بس او باء جيم بس. وخلي بالكم من الاشارات، في الوتر انا بجمع، في الوتر لما عايز اجيب الوتر بجمع، اما في الضلعين التانيين انا بطرح وبكتب الوتر الاول بعدين الضلع التاني. تمام؟ خلي بالكم. فده كده من نظرية فيثاغورس. طيب انا دلوقتي عايزه ايه؟ عايزه ألف جيم بس، مش عايزه ألف جيم تربيع. اجيبه ازاي؟ هقول ان ألف جيم بس بيساوي الجذر التربيعي، كأني اخدت ايه؟ الجذر التربيعي للطرفين، ألف ميم تربيع ناقص ميم جيم تربيع. طيب ما أنا عندي ألف ميم ب5 وميم جيم ب3، خلاص يبقى ألف جيم هيبقى بيساوي كام؟ الجذر التربيعي ألف ميم تربيع اللي هو كام؟ 5 تربيع ب25 ناقص ألف ميم جيم تربيع اللي هي كام؟ 3 تربيع ب9. طيب هتبقى بيساوي كام؟ جذر التربيعي 25 زائد ايه؟ 9، هتلاقيه بيساوي 4. على فكرة ناقص، أنا عملت زائد ليه؟ ناقص، هيبقى بيساوي 4 سنتي. يبقى ألف جيم جبناها ب4 سنتي. طب لأ، ده هو عايز ألف باء مش عايز ألف جيم، هو مش عايز ألف إيه؟ مش عايز ألف جيم، هو عايز ألف باء. طب ما ألف باء ده بيساوي 2 من ألف جيم، صح ولا غلط؟ مش إيه؟ مش ألف باء مقسوم نصين متساويين، ألف جيم وجيم باء. ده طلع ب4 سنتي، يبقى ده بكام؟ زيه 4 سنتي، يبقى طول الألف باء كله 4 و4 8، اللي هي برضو لو أنا قلت 2 في ألف جيم 2 في 4 برضو ب8، فاهمين؟ 8 سنتي. تمام. هندخل على المثال الأخير في الحصة النهاردة. بيقول لك في الشكل المقابل ألف باء وألف جيم وتران في الدائرة م. ألف باء وألف جيم وتران في الدائرة م، حيث قياس زاوية باء ألف جيم ب56 درجة، باء ألف جيم دي ب56 درجة. فإذا كان دال وهاء منتصفي ألف باء وألف جيم على الترتيب، يعني دال منتصف ألف باء وهاء منتصف ألف ايه؟ ألف جيم. طيب تمام. فأوجد قياس الزاوية دال ميم هاء. دال ميم هاء اللي هي الزاوية دي، برضو معتمدة على النتيجة، عشان قلت لكم ان النتيجة دي مهمة جدا جدا جدا. لو بصيت على الوتر ألف باء هتلاقي ايه؟ هنقول بما ان دال ميم ماله؟ دال ميم ينصف الوتر ألف باء، و ميم دال يمر بالمركز.
يعني ده بيمر بالمركز فعلا اهو. يبقى اذا دي النتيجة، هو ينصف ويمر بالمركز، يبقى اذا هيبقى ايه؟ هيبقى عمودي. يبقى اذا م د يكون عموديا على ألف باء، يبقى ده هيكون عمودي. يعني الزاوية دي كده ايه؟ ب90. نفس الكلام هنطبقه على الوتر ألف جيم. هنقول ايه؟ هنقول بما ان ميم هاء ماله ينصف الوتر ألف جيم، وميم هاء يمر بالمركز. طيب نفس النتيجة، هنا ينصف ويمر بالمركز، يبقى النتيجة هتبقى ايه؟ عمودي. يبقى هنقول إذا ميم هاء يكون عموديا على الوتر ألف جيم. طيب يعني الزاوية دي هتبقى كام؟ يعني الزاوية دي تبقى 90. طب أنا لو بصيت في الشكل الرباعي، في الشكل الرباعي اللي هو مين؟ ألف د ميم هاء. الشكل الرباعي ألف د ميم هاء اللي هو الشكل ده كده يا جماعة. قالك احنا عارفين معلومة، واللي مش عارفها يكتبها في ورقة كده لوحدها عشان يحفظها ويعرفها. ايه هي؟ ان مجموع الزوايا الداخلية للشكل الرباعي بتساوي كام؟ بتساوي 360 درجة. مجموع الزوايا الداخلية للشكل الرباعي ب360 درجة. طب أنا عندي دي ب90 وعندي دي ب90 وعندي دي ب56، يبقى دي هتبقى بكام؟ هنحسبها. هنقول يبقى إذا قياس الزاوية اللي أنا عايزاها اللي هي د م ه دي هجيبها ازاي؟ هقول 360 اللي هي المجموع الكلي، هنطرح منها ايه؟ 90 زائد 90 زائد 56 هتطلع بكام؟ نشوفها. 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 56 هتطلع بكام؟ هتطلع ب124 درجة. يبقى الزاوية طلعت بكام؟ ب124 درجة. بس كده تمام. بس بعد كده اللي عليكم انتوا بقى ان انتوا تحلوا اسئله الكتاب المعاصر على الدرس ده، ولو حاجه وقفت معاكم قولها لي في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم. تمام. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.